الا بغيتي وجه صافي بدون تصبغات ولا تجاعيد، تبعي معايا هاد الوصفه. غادي نشارك معاك سر من اسرار جمال اللي غيخلي البشره ديالك منوره وكذلك بدون تجاعيد وبدون تصبغات. خليك معايا حتى الاخر. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم غادي نشارك معكم ان شاء الله وصفه للتجاعيد، كذلك شد البشره، توحيد اللون ديال البشره، التفتيح، كذلك ازاله التصبغات والبقع الداكنه اللي كتكون عندنا في البشره ديالنا. مكون موجود في كل دار، مكونات كلها بسيطه ومتواجده في كل دار. اول مكون غادي نحتاجوه في هذه الوصفه وهو البقدونس او المعدنوس. المعدنوس خطير جدا جدا للبشره، الا عرفتوا الفوائد ديالو صراحه ما غاديش يخطاكم نهائيا. الفوائد ديالو كيوحد اللون ديال البشره، حيت غني بفيتامين سي اللي كيعاون يعني البشره باش توحد، كيفتحها حيت فيه مضادات اكسده، كذلك كيشد لينا البشره وكيحارب لينا الترهل اللي كيكون عندنا في البشره، حيت يعني المكونات او الخصائص اللي فيه كينتجوا لينا عفوا الكولاجين اللي كيعاون باش البشره انها تشد ويحارب لنا كذلك التجاعيد، كيصفي لنا البشره، كذلك كينظف المسام، كيعطي واحد الترطيب وواحد النضاره زوينه بزاف. قراو على البقدونس او المعدنوس وغتشوفوا الفوائد اللي كيعطي للبشره والجسم يعني او الصحه كامله، يعني الفوائد ديالو زوينه بزاف بزاف. فغادي ناخذ واحد ربيطه صغيره ديال المعدنوس وغادي نغسلوها مزيان مزيان، من بعد غادي نصفيوها باش نستخلصوا داك الماء ديال المعدنوس او البقدونس، نستخلصوا داك الماء ديالو اللي كما قلت لكم فيه بزاف ديال الفوائد. انا كنفضل هاد الطريقه هذه حيت المعدنوس كيحتفظ على جميع الفوائد اللي فيه، ويعني ما كنضيعوش دوك الفوائد كما قلت ديال المعدنوس. فغادي نصفيه كما كتشوفوا، غادي نحصلوا على هاد المحلول هذا اللي خطير جدا 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 للبشره. فغادي ناخذوا يعني واحد الاناء اللي غادي نشارك معكم باقي المكونات. المحلول غادي نحطوه على جنب. بالنسبه للمكون الاول اللي غنحتاجوه هو الشوفان او دقيق الشوفان، اللي انا دائما كنهضر على الشوفان انه خطير جدا جدا للبشره، كيشد البشره، كيحارب لنا التجاعيد، كيرطب لنا البشره وكينظف لنا المسام بعمق. الفوائد ديالو زوينه بزاف. غادي ندير كذلك ملعقه بالحليب المجفف، اي ماركه متواجده عندكم. هو كيرطب البشره، كيغذيها، كذلك كيحيد لنا ديك الخلايا الميته اللي كتكون عندنا في البشره، وكيعطي ايضا اشراقه للبشره. غادي ندير ملعقه من النشا او دقيق الذره اللي الفوائد ديالو عفوا معروفه جدا جدا للبشره، انه كيفتح وكيبيض وايضا كيهدئ البشره وكيشد البشره. فغادي ندمج النواشف ديالي جيدا، من بعد غادي نضيف داك المحلول اللي يعني استخلصناه من المعدنوس، غادي نضيفه بالتدريج حتى نحصل على واحد الخليط اللي يكون يعني متجانس ويكون على شكل ماسك ويسهل عليا انني نطبقه على البشره ديالي. وهكا غادي نكونوا قادين الماسك الخطير جدا جدا للبشره، التجاعيد، التصبغات، البقع الداكنه اللي كتكون يعني من الشمس او لا كذلك الكلف. الفوائد ديالو خطيره جدا. بالنسبه للمحلول اللي شاطليه يعني ديال المعدنوس، غادي ناخذو غادي نديرو في واحد القريعه. القريعه يعني تكون يعني ديال البلاستيك او ديال الزاج اللي متوفر عندك. غادي نضيف فيه هذا المحلول هذا وغادي نضيفه في الباب ديال الثلاجه. هذا المحلول هذا هو اللي غنولي نخلط به الماسك ديالي او هاد البودرات اللي شاركت معكم 3 ديال المرات في الاسبوع. تبعوا معي حتى الاخير، غادي نشارك معكم الطريقه ديال الاستعمال بالتفصيل، يعني الطريقه اللي غادي تنفعكم وتستافدوا منها. فبالنسبه للمحلول اللي شاطليه غادي نضيف عليه ماء الورد. ماء الورد حتى هو معروف عليه انه كيبيض، كيفتح لنا البشره، كيعطي واحد الانتعاش للبشره وكذلك واحد الترطيب وواحد الاشراقه للبشره ديالنا. غادي نضيف القليل من ماء الورد على المعدنوس ديالنا، غادي ندمجهم مزيان وغادي نخوي هذا المحلول هذا. من بعد ما دمجته في داك القالب يعني ديال المكعبات ديال الثلج كما كتشوفوا معايا في الفيديو، غادي يعني نخوي هذا المحلول هذا اللي حتى هو خطير جدا 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 للبشره. فهاد المكعبات ديال الثلج يعني غادي نديروهم في الفريغو حتى يتجمدوا ليا مزيان، وغادي نستعملهم يوميا على البشره ديالنا. فالدور ديال هاد المكعبات انه كيهدئ لنا البشره،
كيشد البشره، كيحسن الدوره الدمويه، وكيخفف ايضا بالنسبه للناس اللي عندهم الهالات السوداء. دوزوهم على الهالات السوداء يوميا وغتشوفوا واحد التحسن وواحد الفرق اللي زوين بزاف. وكذلك كيقلل الانتفاخات اللي كيكونوا عندنا يعني تحت العينين. فهاد الطريقه اللي عطيتكم زوينه بزاف بزاف. درنا يعني 3 ديال الوصفات اولا وصفتين بمكون واحد بسيط وسهل. فبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال هذا الماسك هذا على بشره تكون نظيفه من طبيعه الحال، غادي نطبقوا الماسك على البشره ديالنا وغادي نخليوه لمده ديال 25 دقيقه. من بعد غادي نغسلو. ملي نغسلو غنفزق، يعني قبل ما نغسلو عفوا غادي نفزق يديا وحركات دائريه في البشره ديالي باش يعني نستافد من جميع دوك الفوائد بحال كندير مقشر. من بعد غادي نغسل البشره ديالي وترطبوا البشره ديالكم بالمرطب يكون مناسب النوعيه ديال البشره ديالكم. فيعني الفصل ديال الشتاء كيبغي الترطيب، فرطبوا البشره ديالكم صراحه. الصيف والشتاء، غير الشتاء كتبغي البشره الترطيب اكثر. فبالنسبه للمحلول ديالنا كما قلت غادي نحطوه في الثلاجه، وملي نبغيو نخلطوا هاد البودرات هادو غادي نخلطوا بهذا المحلول هذا 3 مرات في الاسبوع، وغتشوفوا واحد النتيجه من اول استعمال اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف. بالنسبه للمكعبات ديال الثلج تقدروا تستعملوهم يوميا، كما كذلك تقدروا تستعملوهم 3 مرات في الاسبوع، وغتشوفوا واحد الفرق اللي زوين في البشره ديالكم اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف. وبهاد الوصفه وبهاد المكون هذا البسيط اللي متواجد في كل دار تقدري تحصلي على بشره صافيه وموحده ومشدوده بلا تجاعيد ولا تصبغات، وكذلك بلا مصاريف زايده. مكون بسيط يعني موجود في كل دار، والنتيجه مضمونه وغتبان لك من الاسبوع الاول. كنتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم، وكذلك كنتمنى تشاركوني نتائج ديالكم في التعليقات. وايضا ما تنساوش تدعموا القناه بلايك واشتراك. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم.